النهارده هنتكلم عن سلسله جديده من ريلمي في الفئه المتوسطه العليا في جهازين ريلمي 15 وريلمي 15 برو. وريلمي اهتمت بالسلسله دي السنه دي ان هي تدي لك تجربه شبه متكامله، لان هي اهتمت باكتر حاجه هتهم المستخدم، لان هي اهتمت بالكاميرات والشاشه والبطاريه وسرعه الشحن. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. يلا بينا نبدا التجربه. واجهزتنا النهارده هي ريلمي 15 وريلمي 15 برو. وريلمي دلوقتي غيرت شروط اللعبه، واول حاجه بدات بيها هي التصميم. واول حاجه ريلمي غيرتها في التصميم ان هي جايبه لك تصميم بروح اجهزتها في الفلاج شيب. وعندك تصميم الكاميرات يعتبر واحد في الجهازين وواخد شكل افخم، والكاميرات هنا جايه بارزه وحوالين العدسات في حلقه لامعه بتدي لك احساس بريميوم للجهاز. ولو هنتكلم عن الفرق، فالريلمي 15 جاي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بمستشعر من سوني اي ام اكس 882 ومثبت بصري، وكاميرا تانية الترا وايد 8 ميجا بكسل. والنسخة البرو جاي بكاميرا اساسية 50 ميجا بكسل ولكن بمستشعر اعلى من سوني اي ام اكس 896 وكاميرا الترا وايد اعلى 50 ميجا بكسل. واقدر اقول لك ان ريلمي اهتمت بشكل كبير جدا في جودة الكاميرات، واقدر اقول لك ان انت هتاخد جودة كاميرات عالية ونتائج قريبة جدا من نتائج اجهزة الفلاج شيب، وهتاخد صور ممتازة والوان طبيعية ومشبعة وفيها تفاصيل اكتر. ده غير معالجة الالوان الممتازه في السلسله دي، ده غير ان الذكاء الاصطناعي بيساعدك ان انت هتاخد احسن اداء في نتائج الصور، وفي الاضاءه الليليه هتاخد نتائج كويسه حتى في الاضاءه الضعيفه. ده غير السيلفي اللي جاي في الجهازين بكاميرا 50 ميجا بكسل اللي هتاخد منها نتائج ممتازه. ولو هنيجي نتكلم عن تصوير الفيديو هنلاقي ال 15 بيصور 4K 30 فريم في الثانية في الكاميرا الأمامية أو في الكاميرا الخلفية. أما البرو بيصور 4K، لكن الاختلاف هنا إن هو بيصور 60 فريم في الكاميرا الأمامية او الكاميرا الخلفيه. ده غير ميزه الاي اي اديت جيني اللي بضغطه زرار واحده هتقدر من خلالها تضيف او تزيل اي عنصر في الصوره. ولو هنيجي نكمل كلامنا عن التصميم والشكل، فال15 جاي بمقاس 6.7 انش، لكن البرو جاي بمقاس 6.8 انش. وبالنسبه للشاشات فال15 جاي بشاشه اموليد، لكن اللي بيميز البرو جايه اموليد 1.5K. وهنلاحظ هنا ان الحواف في الجهازين جايه بنسبه قليله، وشاشه ال15 جايه مسطحه لكن النسخه البرو جايه كيرف. والجهازين جايين بوزن خفيف 187 جرام وسمك قليل في ال15 7.6 مللي والبرو 7.7 مللي. والخلطه دي مخليه الاجهزه مسكتها مريحه في الاستخدام. واللي بيميز الاجهزه دي ان هي جايه بريفريش ريت عالي 144 هرتز في الجهازين. ده غير البرو عليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، والاجهزه جايه لك بنسبه سطوع عاليه جدا بتوصل في ال15 لحد 4500 نتس. وبالنسبه للبرو فهو يعتبر اعلى نسبة سطوع في الفئة السعرية دي، لان هي جاي ب 6500 نتس، وده رقم كبير جدا بيميز الجهاز ده في الفئة السعرية بتاعته. والشاشات هنا بتقدم لك تجربة سلسة والوان مشبعة ونسبة كونتراست عالية هتدي لك متعة في مشاهدة اي محتوى. ده غير ان البصمة في الجهازين جاية تحت الشاشة وتعتبر سريعة ونسبة استجابتها عالية. وتعالوا بينا مع بعض نتكلم عن البروسيسور. وال15 جاي ببروسيسور ميديا تك 7300 بلس اللي هيقدم لك اداء ثابت ومستقر سواء في الالعاب او التصفح او على السوشيال ميديا، وكمان بيحقق اكتر من 740 الف نقطه على انتوتو بنش مارك. اما النسخه البرو جاي ببروسيسور سناب دراجون 7 جين 4، وده اداؤه يعتبر اعلى خاصه في فتح التطبيقات، وكمان استهلاكه في الطاقه يعتبر اقل. ده غير انه بيتفوق في معالجه الصور وبيحقق اكتر من 1,100,000 نقطه على انتوتو بنش مارك، وهيديك اداء كويس جدا في الالعاب. وعندك ستيريو سبيكر هيكمل لك متعه التجربه. واللي بيميز الاجهزه دي قوه البطاريه، لان انت مع الشاشات العاليه والبروسيسور القوي لازم محتاج بطاريه قويه جدا تستحمل معاك. والبطاريات هتدي لك يوم كامل من الاستخدام في السوشيال ميديا او حتى لو لعبت شويه جيمز. وده لان ال15 جاي ببطاريه قويه جدا 6500 ملي امبير مع شاحن 45 واط جاي جوه العلبه. اما النسخه البرو فجاي ببطاريه عملاقه وتعتبر اقوى بطاريه في فئته 7000 ملي امبير
مع شاحن 80 واط جاي معاه جوه العلبه. ده غير ان الاجهزه جايه بشهادات عاليه الاي بي 68 والاي بي 69، والاجهزه دي هتقدر تنزل بيهم تحت الميه 2 متر لمده نص ساعه. والاجهزه جايه باندرويد 15 وواجهه ريلمي يو اي 6.0. بالنسبه لالوان الاجهزه، ال 15 جاي بلونين، اللون البينك واللون الجراي، اما النسخه البرو جايه باللون السيلفر واللون الاخضر. وبكده هنكون اتكلمنا عن كل حاجه في الريلمي 15 وال 15 برو. في الاخر عايزك تقول لي، لان القرار قرارك، شايف مين يناسبك اكتر، الريلمي 15 ولا ال 15 برو؟ ويا ترى هتختار ال 15 اللي هيقدم لك تجربه مناسبه بالنسبه لك، ولا البرو اللي هيدي لك تجربه شبه متكامله بروح الفلاج شيب؟ واكتب لي رايك تحت في الكومنت. كان معاكم احمد قويدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.